لقجع والمنتخب المغربي بعد مباراة المغرب واسبانيا لن تصدق ما قاله عن الجزائر. لكن قبل الدخول في التفاصيل ضعوا لنا لايك واشتركوا في القناة وشاركوا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وادعمونا لنواصل تزويدكم بالأخبار عن الجزائر وأخبار المنتخب الجزائري ونجوم الخضرة. تأهل منتخب المغرب رسميا إلى الدور الربع النهائي من مونديال قطر بعد أن فاز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح، والذي تألق الحارس ياسين بونو فيها. وفي أول تصريح له أكد مدرب المغرب والجزائر السابق وحيد حليلوزيتش أكد الأخير أنه حزين لخيانة لقجع له وإقالته بسبب رفضه عودة المتمرد حكيم زياش للمنتخب، والذي قضى عصيانا جماعيا عليه. وأكد حليل أن ما وصل إليه المنتخب المغربي يعود الفضل فيه إليه، وقال: تابعت آلاف المباريات للاعبي المغرب في أوروبا قصد انتقاء أحسنهم، وفي الأخير يتم طردي وركلي من خارج المنتخب المغربي بتلك الطريقة. واختتم حليل تصريحه قائلا: أنا أتعس مدرب في العالم، أهلت 4 منتخبات لكأس العالم، ساحل العاج، الجزائر واليابان، وآخرا المغرب، وطردوني قبل المونديال جميعا باستثناء الجزائر الحبيبة. لقد ندمت على مغادرتي للخضر، ولو اتصلوا بي من جديد لأمضيت معهم العقد لتدريبهم مغمض العينين.